كوكو لي زامي، كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم جيت نطيب معكم واحد الوصفه اللي تشهيتها في الاخر ما لقيتش المقادير عندي كاملين، ولكن واخا هكاك درتها وحبيت نشاركها معكم. صراحه جات بنينه بزاف وكمقرمشه وتقدر تصايبها في جميع المناسبات، غادي تعجبكم. كنقول لكم جربوها. غادي نحتاج مكسرات اللي توفر عندكم. انا اللي توفر عندي تقريبا 125 غرام ديال الفستق، 50 غرام ديال الكاوكاو، 50 غرام ديال الزبيب والمشماش مجففين، وساشي ديال السكر فانيي، ونص كاس ديال الزبده مذوبه مع نص كاس ديال الزيت، يعني كاس. اول مرحله كندوز هرمش المكسرات اللي هو الفستق الحلبي وكاوكاو. هذا كاوكاو طحنته كذلك. هنا توفر عندي كذلك واحد شويه ديال اللوز مقلي ومهرمش، دزته وزدت زبيب ومشماش. وغادي نزيد دابا ساشي ديال سكر فانيي، وغادي نخلط كل شيء، وغادي نحط هذا جانبا. وغادي ناخذ ورقه الفيلو، انا استعملت هذه صراحه زوينه بزاف، ما كتقطعش، ولكن كتحتاج بزاف ديال الزيت والزبده، يعني ماشي بحال اللي كنشريها من اورشون، ما كتستهلكش بزاف ديال الزبده. دونك كنستمر على نفس الطريقه، كندهنها مزيان كيف ما كتشوفوا، وكنبدا ننزل عليها الفواكه الجافه او المكسرات اللي حضرتها من قبل، وكنبدا نلوي على هذا الشكل كيف ما كيبان لكم في الصوره. وكنوضع كميه اخرى ديال المكسرات باش نكمل الطوي ديال الورقه ديالي. كيف ما كتشوفوا الطريقه راها سهله وكتعطي نتيجه زوينه بزاف. من بعد كنحطها في اللاطه ديال الفران، وكنحاول ما نخليش الفراغات بيناتهم، نزير مزيان على الورقه باش ما تفتحش. وكندهنها مره اخرى بالزيت والزبده، وكنستمر على نفس الطريقه حتى كنكمل جميع الكميه اللي عندي. هذه هي النتيجه اللي حصلت عليها. ودابا غادي ندوز نقطع الحلوى ديالي. كنعاود نرجع نقطع باش ماركي مزيان الخطوط. هذه هي النتيجه اللي حصلت عليها. كنعاود نزيد شويه ديال الزيت والزبده من الفوق، وكنسخن فران على 180 درجه، وكندخل الحلوى ديالي للفران باش طيب. هي النتيجه اللي حصلت عليها من بعد ما خرجتها من الفران. دابا غادي ندير عليها العسل. اللي بغى يدير القطر يديرو، انا درت العسل. العسل بطبيعه الحال يكون بارد، ما يكونش سخون.
الحلوى كتكون سخونه، العسل كنديروه بارد ولا العكس باش ما تعجنش لينا وتحافظ على القرمشه ديالها. من بعد ما شربات بحلاوه العسل كنحصلوا على هاد النتيجه، وكنقدمها لكم بالصحه والراحه. وكنتمنى انكم تجربوها وتقولوا لي آراءكم في التعليقات. وما بقى الا نقول لكم سلامه، نتلاقاو في فيديو جديد.